السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، ويوم جديد وفيديو جديد من مطبخ بنت الحال. النهارده ان شاء الله معانا اكله حلوه قوي، بسيطه سهله في عمايلها بس طعمها حلو جدا جدا. اول حاجه هنسمي بالله ونصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله النهارده هنعمل كباب حله. معايا نص كيلو من اللحمه، لحمه صغيره، ومعايا نص كيلو بصل، يعني نص كيلو لحمه قدها بالظبط نص كيلو بصل. تمام. معايا طماطمتين انا مقطعاها قطع، ومعايا 4 فصوص من الثوم مفرومين، وقرن فلفل حامي. تمام. ومعايا دهن، يعني جزء كده من الدهن انا بشرته وهحطه على اللحمه. لو عندك ليا حطي، لو عندك الدهن حطي حسب ما انت عايزه. ما فيش الاتنين حطي سمنه، يعني زودي نسبه السمنه. تمام. ومعانا 7 بهارات، ربع معلقه من الكمون، معايا فلفل اسمر، معايا معلقه من الملح، معايا ربع معلقه من الحبهان المطحون، ومهم جدا الحبهان المطحون، ومعايا ربع معلقه من الكزبره. كل حاجه بتحطيها بتكمل بعضها، يعني الحبهان المطحون مهم جدا. 7 بهارات مهمه جدا للحمه، او يا تحطي 7 بهارات يا تحطي بهارات لحمه اللي موجود عندك. تمام. يلا بينا هنروح للبوتاجاز، هنحط سمنتنا على في الحله اللي هنستخدمها وارجع لكم. بصوا حبايبي، انا حطيت اهو السمنه، معلقتين سمنه ماشي ومعلقه زيت. هننزل بالبصل. بصوا كميه البصل، نص كيلو قصاد نص كيلو لحمه، يعني هي الاكله كلها عباره عن اللحمه والبصل. وبتكوني مقطعاها جوليان، بس بتقسميه، يعني القطعه بتبقى جوليان بعد كده تنصصيها، ان كل دوت بيدوب بعد كده، بس يبقى سايب طبعا اثر من البصل. هنشوح بقى البصله كده لحد ما تدبل، احنا ما بنقليهاش طبعا، احنا بس ايه هنخليها تدبل كده. عايزه اقول لك على حاجه، بالنسبه للدهن انا بجيبه من الفريزر، بفرمه او ببشره كده بالمبشره، بينزل قطع صغيره كده، فلما بتحطيه في البصل ما بيبانش. ولو انتي عندك ليا بتاعت ضاني يعني بردك نفس النظام، او تقطعيها قطع صغيره. او لو مش عايزه الاتنين خلاص استكفي بمعلقتين من السمنه، يعني ما تحمليش على نفسك، اللي موجود استخدميه. شوفوا كله، بصوا العلو بتاع البصل ده كله ما يدبل كده بيقل في الحجم بتاعه. بصوا حبايبي اهو، كل ما بيدبل كده هتاخر بس كده البصل على جنب، وانزل بالدهن. هنزل بكميه الدهن اللي انا حطاه. بصوا هو بيسيح على طول ازاي اهو، شايفين؟ وبعدين انا بشراه بالاتجاه الرفيع قوي، ان هو ما يبانش ان في مش بيحبوا الدهن في الاكل او الليه والحاجات دي، فانا بشراه بشره صغير جدا زي ما انتوا شفتوا، ما تشوفوهوش مش هتحس بطعمه. هننزل ايه بقى باللحمه. عايزه اقول لكم على حاجه، بصوا قطع اللحمه، بصوا ناعمه ازاي، صغيره.
لما جيت اقطعها من الجزار قلت له عايزه اعملها كباب حله. يعني انت ما تجيبيها، يا تجيبي الموزه يا تضمني الحته اللي انت جايباها صغيره علشان ما تاخدش سوا معاكي. وبعدين بالنسبه للحمه بتاعتنا لما بننزلها على البصل مش هننزل الملح. ليه؟ لان ممكن اللحمه تبقى بتاعتك كبيره فتاخد سوا، وما تحطي الملح يخليها ما تستويش اسرع. فانا عشان ضامنه اللحمه بتاعتي فهنزل بالملح مع التوابل بتاعتي. بس طبعا هنقلب كده الاول، ندي للحمه صدمه ماشي عشان ما تنزلش ميتها، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي اهي هي كده خدت الصدمه بتاعتها. هننزل بقى بايه؟ بقرن الفلفل والثلاث فصوص ثوم ماشي، ونقلب بقى كده. طبعا مش قادره اقول لكم بقى الريحه، الثوم والفلفل فظاع. بصي انا مش عايزاها تنزل ميتها، واخدين بالكم اهو. طبعا لسه ما ضفتش التوابل، ننزل بس الجوانب دي كده عشان ما تتحرقش. الخشب طبعا التقليب ده بيساعد في سواها، لان انا هدخلها الفرن، بس طبعا بعد ما اتاكد ان هي خلاص داخله على السوا. هنزل بايه بقى؟ بالبهارات بتاعتنا اهي. بصوا بقى كل البهارات. لو انت مش ضامنه اللحمه زي ما انا قلت لك ما تنزليش لو سمحتي بالملح، سوي الاول وبعد كده ايه انزلي بالملح. ضامنه اللحمه ان هي مش كبيره، نوطي النار بس نهدي شويه كده عاليه. اهم حاجه النار ما تبقاش عاليه، انا مش عايزاها تلهفها. يعني ايه تلهفها؟ اللي هي تبقى داخله على السوا وهي من جوه مش مستويه. حطي فلفل اسمر وبهاراتك وحاجتك وهديلها النار. تمام. بصوا هي كل ما بتحطي حاجه بتغير من شكلها. بصوا بس البصل مع اللحمه بيبقى رهيب بصراحه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ان شاء الله، وقولوا لي بقى ايه رايكم فيها ان شاء الله. بصوا هننزل بقى بحبتين الطماطم نقلب. يعني انتوا بتشتري اللحمه قولوا انا عايزاها لحمه كباب حله، هو بيبقى عارف القطعيه اللي بيديها لك. احط لها بس كوبايه ميه واسيبها تستوي. الميه كده غطيتها اهي، هخليها تستوي بقى كده، واول ما تخش على السوا هرجع لكم تاني ان شاء الله نشوف هنكمل وصفتنا في كباب الحله النهارده ان شاء الله. انتظروني. بصوا حبايبي انا خلاص شلتها من على البوتاجاز اهي بعد ما خدت 3/4 السوا بتاعها. هنكمل سواها زي ما هي كده في الفرن. هحطها في الطاجن بتاعنا. مش عايزه اقول لكم ان انا بعملها والمطر بره شغال، يعني لما اقول لكم طواجن شتويه على حق. نعمل بقى جنبها رز ابيض ماشي، بتبقى حلوه جدا.
كده. هحط بس على وشها. انا جايبه طماطمايه هنا اهي، بتحطها بس على الوش كده عشان مش عايزه الوش بتاعها ينشف، وكمان بيديها شكل حلو قوي في الطاجن كده. هدخلها الفرن بقى على درجه حراره 200، انا مشغله الفرن تمام. ولما تطلع ان شاء الله هوريها لكم باذن الله. نعمل الرز الابيض جنبها ونرجع لما الطاجن يستوي ان شاء الله. الطاجن حبايبي خرج اهو، بصوا منظره جميل والله، تحفه تحفه. عايزه بس اقول لكم على حاجه، الصوص بتاعه ده انت ممكن ما تكونيش عايزه تعملي تخلي الصوص كده، عايزه تخليه ناشف، دي حاجه ترجع لك انت، بس انا بحبه الصوص بيبقى باين فيه كده بالبصل عشان اكله بالرز يعني، دي حاجه ترجع لك، او تاكليه بالعيش زي ما انت عايزه، بس والله تحفه. اتمنى تجربيه هيعجبك ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد من مطبخ بنت ريحان. وشكرا ليكم ومع السلامه.